اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناتي، قناه وصفات سهله وبسيطه مع نجلاء. زي ما اتعودنا دايما ان شاء الله كل وصفاتنا هتبقى بسيطه وسهله ومش مكلفه خالص ان شاء الله. بما اننا بقى داخلين كده على اول الشتاء، يلا بقى نعمل لاولادنا كده حاجه حلوه كده وبسيطه وسهله جدا. ان شاء الله انا هعمل معاكم بطاطا، هنعملها بطريقه حلوه قوي. خلاص بقى كفايه بطاطا مشويه مسلوقه، بطاطا بالبشاميل ان شاء الله هنغير النهارده وباذن الله تعجبكم. انا هنا معايا دول 4 كيلو بطاطا. طبعا الكميه دي اعملي الكميه اللي انت عايزاها، 2 كيلو 3 كيلو اللي انت عايزاه. اول حاجه هنعملها بقى البطاطا دي، انا غسلتها الاول كويس قوي وقشرتها وغسلتها تاني عشان خلاص انا كده ايه مش هغسلها تاني، خلاص انا غسلتها كويس ونضفتها. نبتدي بقى نقطع البطاطا بالمنظر ده كده. هنقطع كل كميه البطاطا. خلاص انا قطعت كميه البطاطا كلها اللي معانا اهو. هنبتدي بقى نحط عليها، انا هحط عليها مج سكر كامل، كوبايه سكر كامله كده، عشان انا عايزه البطاطا نفسها يعني تاخد من طعامه السكر ده، فالبطاطا نفسها تبقى مسكره. وهحط معاها كمان مكعبين زبده. طبعا مش متوفر زبده حطي معلقه سمنه. بصوا بقى انا هغطي البطاطا بالميه كده. هحط بقى البطاطا دي على النار، هسيبها تتسلق جدا، عايزاها تستوي. هحطها على النار وبعد كده نشوف ان شاء الله ايه الخطوه اللي بعد كده. البطاطا خلاص استوت اهي. بصي انا مش عايزاها تتهري عن كده اهي، هي كده بقت حلوه قوي، شربت من السكر بتاعها وشربت من الزبده. انا هصفيها بالمصفى بقى عشان نبتدي ايه نكمل الخطوات اللي بعد كده. انا صفيت البطاطا، هبتدي بقى هرسها كده بالهراسه كده. طبعا لو في هاند بلندر اضربيها بالهاند بلندر. دوقي طبعا البطاطا بتاعتك، لو احتاجت سكر تاني حط لها. يعني انا حطيت لها السكر الاولاني ده عشان خاطر بس ايه يديها سكاره حلوه جدا وخدت من طعم السكر. هحط لها ايه كمان، هحط لها مكعبين زبده، هحط لها شويه فانيليا يدوها برضو ريحه حلوه. بس كده شفت البطاطا بتاعتنا سهله ازاي، خدتش اي وقت ولا خدت اي مجهود، وما شاء الله عليها اتسلقت بسرعه جدا. هقلب بقى الزبده دي فيها كويس عشان بس تسيح معاها. انا قلبت الزبده الفانيليا. البطاطا حلوه جدا وطريه زي ما انت شايفه. لو انت حسيتي ان البطاطا بتاعتك ناشفه شويه ممكن تحطي لها نص كوبايه لبن، بس زي ما انت شايفه اهو ما شاء الله عليها. بصي طريه جدا وحلوه. انا بقى هنا معايا صينيه دهنتها سمنه، هنزل بقى فيها كده بالبطاطا دي. طبعا على حجم البطاطا، يعني على قد كميه البطاطا حط الصينيه. لو اكتر من كده كبر الصينيه شويه، اصغر من كده صغر الصينيه شويه. البطاطا طريه جدا وجميله. يا جماعه عايزه اقول لكم ان البطاطا دي هيبقى فايته كتير قوي اللي مش هيجرب. البطاطا دي سهله جدا يعني اظن ما تكلفتش اي حاجه خالص، ما جبنا لهاش اي طلبات من بره، كل حاجه موجوده في بيتنا. هنقلبها كده، افرديها كده كويس قوي في الصينيه بتاعتك. انا سويت البطاطا، حاولت على قد ما اقدر انها تبقى كلها متساويه مع بعضها. احط على وشها سمسم بقى، املي وشها سمسم. السمسم ده بيديها طعم جميل جدا لانها لسه هتخش الفرن. السمسم ده هيقرمش فيها وهيبقى جميل. اتمنى ان انت تجربيها، هيعجبك قوي البطاطا دي. كمان خطوه اخيره يا بنات، انا رشيت السمسم على وش البطاطا بالمنظر ده كده، سيحت معلقه سمنه او معلقه زبده وهبتدي احطها بس على وش السمسم
عشان بس لما تدخل الفرن برضو هتدينا قرمشه حلوه. البطاطا دي هتدخل على فرن حامي حوالي 200 درجه حرارته 200 عالي. حطيه من تحت الاول لما تحسي ان هي خلاص كده ابتدت تستوي شويه، ولو فيها اي نسبه ميه نشفت ولعي لها بقى الشوايه، خليها تتحمر كده من فوق وتاخد وش حلو. البطاطا بتاعتنا طلعت من الفرن اهي وسبتها تبرد شويه اهي في منتهى الجمال. نبتدي نقطعها كده بقى. البطاطا دي حلوه قوي، لازم تجربيها، سهله وبسيطه وما كلفتناش اي حاجه. انا حطيت البطاطا في طبق تقديم اهو. هي عايزه تبرد شويه كمان عشان تعرفي تتحكمي فيها. الخطوه اللي انا هعملها دي طبعا اختياريه، حاجه بس كده ايه. دي شوكولاته انا سيحتها المنظر ده كده. ممكن كمان نحط لها الكريزه في النص كده تديها منظر حلو. طبق بطاطا حلو قوي يشرفك قدام ضيوفك لو قدمتيه لاي حد. اتمنى ان انت تجربيها، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك. مع السلامه، فيديو جديد.